راح نحاول نجاوب على هذا السؤال بطريقة بسيطة. الغدة الدرقية هي لا غلوند التيرويد اللي جاية في أسفل الرقبة، اللي مسؤولة على إفراز الهرمونات تاع الكواطر تاع الغدة الدرقية، اللي مسؤولة على تنشيط الجسم وتعطيله الطاقة في كلش، يعني هي تنشط كلش وهي ترقد كلش. هذه الأولى. الغدة الكظرية اللي هي لا غلوند السوغينال اللي جاية فوق الكلية، تفرز الكورتيزول وهرمونات واحد اخرين. الدور تاعهم هو ضبط السكر، ضبط الماء في الجسم، وضبط شويه هرمونات ذكريه عند النساء، ومقاومه القلق والستريس. بالنسبه للغده النخاميه، الغده النخاميه جايه في الراس في القاعده تاع المخ، يعني مر النيف، والهدف تاعها هو انها تضبط كل هرمونات في الجسم من خلال ضبط عمل كل الغدد اللي كاينين في الجسم، سواء البرولاكتين تاع هرمون الحليب تمتم ولا الاخرين، هرمونات النمو، الكورتيزول، الدرقيه، والهرمونات الجنسيه. فوالا.